بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لسه مكمله بقى معاكم وصفات العيد اللي انا ما كملتهاش. مرضتش كده الغي الفيديوهات عشان صراحه فيديوهات جميله جدا وكلنا ان شاء الله هنستفيد منها. هنعمل النهارده البيديفور بطريقه جميله جدا ومقادير مظبوطه مليون في الميه. تحفه ودايب بيدوب كده زي ما احنا شايفين بالظبط. ناعم جدا وجميل جدا، وطريقه التزيين بتاعته جميله ان شاء الله. هتعتمد الطريقة بتاعتي. بس بقى لو أول مرة بتشوفيني دوسي كده اشتراك وفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد في قناتي. وبإذن الله مكملة معاكم. اوعوا بقى تنسوني في اللايك. تعالوا نسمي الله ونصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف بقى المقادير اللي معانا كيلو من الزبدة. كيلو من الزبدة. انا مش حاطه صراحه زبده يعني صافي، انا السمنه اللي انا كنت عاملاها حطيت منها نص زبده فرن ونص سمنه من اللي انا كنت عاملاها، اللي هي سمنه تعتبر بلدي، اللي انا كنت عاملاها معاكم قبل كده لوصفات العيد. زي ما احنا شايفين هجيب كده طبق كبير بلاستيك وهنزل فيه الكيلو من السمنه، يعني نص زبده على نص سمنه زي ما احنا شايفين مع بعض. وكمان معايا 400 جرام من السكر البودر، ومعايا 6 حبات من البيض، ومعايا كيلو و300 جرام من الدقيق. هنشوف دلوقتي مع بعض كل الخطوات خطوة بخطوة بإذن الله. المقادير بالظبط هكتبها لكم في صندوق الوصف إن شاء الله، بالكوباية وبالجرام بإذن الله. المهم بقى حبايبي خلينا كده في الوصفة. نزلت كده السمنة اللي معانا أو الزبدة تكون بحرارة التلاجة، بلاش تكون بحرارة المطبخ. حتى لو هي الجو مش حر قوي يعني وهي ماسكة في بعضها، لا بلاش برضو عشان ما تنزلش كده. يعني الزبدة بعد كده ما تعملش مية وتفصل بقى مننا لما نيجي نحط البيض. زي ما احنا شايفين يا حبايبي مع بعض، بدأت كده انزل حروف في البولة، يعني اي بولة ازاز بلاستيك. بس طبعا بلاش الالومنيا زي ما احنا عارفين. زي ما احنا شايفين انا كده بضرب شوية بشوية وبعدين انزل كده بالسباتولا اللي في الحروف واضرب تاني بالمضرب. زي ما احنا شايفين اداني كده قوام كريمي. نزلت بقى عليه السكر 400 جرام من السكر البودر. طحناه عندك في البيت او شارياه جاهز، الاتنين بيدوا نفس النتيجة، مفيش اي مشكلة. بس يا ريت لو تكوني نخلاه عشان بيبقى فيه تكتلات كتير. انا نخلته في قلب البولة اللي انا كنت حطاها فيه، وبعدين بقى نزلته كله على السمن، يعني على الزبدة اللي انا حطاها. زي ما احنا شايفين اداني قوام كريمي جدا جميل. هنيجي بقى لمرحلة البيض. البيض بقى دلوقتي معانا، انا معايا 6 حبات من البيض. لو حجمهم كبير ممكن برضو تحطي 6، لو حجمهم كبير ممكن تحطي 7. يعني ايه انا حاطه صراحه 6، وكام كمان بيض بلدي. طبعا البيض البلدي احنا عارفين ان هو بيدي لونه بيبقى اصفر عن البيض العادي، اللي هو الاحمر ده بيبقى جميل جدا. فاداله بقى يعني حاجه كمان لون احلى كمان زي ما احنا شايفين مع بعض. خطوه بخطوه باذن الله. نزلت كده المفروض بيضه اول حاجه نزلت مني كده بيضتين. وحطيت كمان في الطبق ربع معلقه من الفانيليا او مثلا 2 باكت فانيليا. بس بلاش بودر خالص، مش هنحط في الوصفة بودر. احنا بنعتمد للبيديفور على البيض اللي احنا حاطينه بس والزبدة وكده، لكن البودر بلاش تحطي بودر خالص لانه يعني ايه بيخلي كده حباية البيديفور تفرش زيادة عن اللزوم. نزلت كده بيضة زي ما احنا شايفين. ما تحطيش التانية قبل ما دي تختفي خالص بالمضرب، يعني حطي كده بيضة وخليها تختفي كويس جدا من قلب العجين، وبعدين انزلي بالبيضة التانية. بدأت بقى ان انا اضرب بالمضرب كويس جدا لحد ما القوام كله راح زي بعضه بالظبط بالبيض اللي انا حطيته. نزلت كده الحروف زي ما احنا شايفين. هاجي بقى لمرحلة الدقيق. نخلاه كويس جدا، خليه زي الكيك بالظبط، يعني لو نخلتيه مرة او مرتين يبقى افضل كمان. انا فضلت اضرب كده، يعني مدة الضرب دي ما تقلش عن حوالي ربع ساعة او 10 دقايق، اقل حاجة خالص، على اعلى سرعة في المضرب. ان هنزل بقى كل اللي في السلك بتاع المضرب، وبعدين مسحت كده هنزل بقى بالدقيق واحده واحده. الدقيق ده انا نخلته مره بس، قلت كده انا هنخله كمان مره، عامليه معامله الكيك عشان يبقى هش كده ويديكي افضل نتيجه باذن الله. وربنا يحسن ما بين ايديكم باذن الله، هتطلع الوصفه اكتر من رائعه بنفس المقادير اللي انتوا شايفينها قدام حضراتكم دي. هنخل بقى الدقيق شوية بشوية. انا خد مني كيلو 300 جرام او حوالي 350 جرام.
انا هكتب لكم برضو زي ما قلت لكم المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف. بدأت بقى ان انا اعجن فيه، بس ما تعجنيش كتير. ابدأي بس ان انتي ضيعي الدقيق كده في قلب العجين اللي احنا عملناه، لان البيديفور من الحاجات الحساسة جدا جدا. اداني طبعا القوام تحفة جميل، هش جدا وجميلة. في نفس بقى البولة اللي انا كنت حاطة فيها الدقيق هشيل كده نص العجينة، او زي ما انت حابة بتحبي يعني تكون العجينة بيضة اكتر، حطي التلتين والتلت مثلا زي ما انت عايزة. هجيب بقى هنا 3 معالق من الكاكاو، يا ريت يكون كاكاو اسباني، لان انا الكاكاو ده كان كاكاو عادي ما كانش اسباني، فحطيت حوالي نص كوباية عشان يديني اللون اللي انا عايزاه. لكن لو كاكاو اسباني كده نوع يكون يعني انضف نوع، الاسباني طبعا ده انضف نوع، هتحطي حوالي 3 معالق بس. وعشان العجينه ما تنشفش مني انا حطيت كمان معلقتين زبده، سيحت معلقتين زبده وحطيتهم على العجينه اللي احنا شايفينها دي، عشان تديني نفس القوام واللون اللي انتوا شايفينه قدام حضراتكم ده. الزبده خلتها بنفس القوام البيضه عشان اقدر احطها في كيس الحلواني. جبت بقى كيس حلواني وحطيت كده فيه البلبله اللي هي المشرشره دي، اوسع بلبله عندك، ونزلت بقى كده العجينه زي ما احنا شايفين. بس الكيس الحلواني بتاعي اتقطع، فبدات ان انا اتصرف بقى زي ما احنا شايفين. شلت الكيس خالص، او اتقطع حته صغيره بس عشان استخدمه بقى بعد كده في الكريم شانتيه ما بوظهوش. شلته خالص، والقمع ده كان طويل كده بدات ان انا اشتغل بيه. لو عندك القمع اللي هو الحديد ده اشتغلي، لو عندك كيس حلواني يكون يعني جامد شوية برضو اشتغلي بيه، مفيش اي مشكلة. اشكال بقى جميلة جدا. والافضل بقى لو عندك مكنة البيتي فور، يعني دي بتبقى صراحة تحفة، بس هي صراحة بتاعتي باظت فما اشتريتش بقى واحدة، لان هي كل المكن صراحة حسيت ان هو بيبوظ. عملت بقى اشكال، اول شكل ده عملته كده بالقمع الفوق، واللي هو الدايرة ده بيبقى جميل جدا. ونزلت برضو بحاجة طويلة واديت لها ورداية كده جميلة برضو. واللي مش عجباني بشيلها، مفيش مشكلة خالص، لحد ما اوصل للحاجة اللي هي تبقى عجباني وعيني كده راضية عنها، وبتبقى النتيجة بإذن الله مرضية. يعني مش بتعملي بقى اي حاجة وخلاص، حاجة باظت منك شيليها على طول. رسمة الوردة دي جميلة جدا. بلف كده القمع زي ما واضح قدام حضراتكم في قلب الفيديو بالظبط. عملت بقى كل الكمية بالطريقة دي، وهوريكم برضو ان انا في البني هاخد برضو، يعني لو ما عنديش القمع كنت هتصرف برضو، بس كان هياخد بقى وقت مني يعني اكتر شوية. هنشوف دلوقتي ازاي. هجيب كده كذا كورة زي البسكوت اللي هو بيبقى الوردات ده بالظبط، كذا كورة كده، وهحط عليهم واحدة بني، هتديني برضو شكل جميل وطلع في الاخر اشكال تحفة. برضو حاجة تانية اكور كده 3 كور بيض و3 بني، واقلبهم بقى في قلب بعض كده، هيدوني برضو شكل جميل. اشكال كده، بس طبعا الاشكال دي كانت هتاخد مني وقت، لكن القمع صراحة عملت كل الكمية دي ما خدتش وقت معايا خالص. وهنشوف دلوقتي مع بعض التسوية واحدة بواحدة كده مع بعض خطوة بخطوة اللي انا قلت لكم عليها. بحط كده 3 كور، احط واحدة بيضة وواحدة بني، وبعدين اقلبهم كده بيبقى شكلها تحفة. ده بسكوت برضو ينفع في طريقة البسكوت اسفة اللي هو اللانكشير، او طرق بسكوت بإذن الله هنعملها مع بعض. التسوية بقى بحطها على الرف الأوسط في وسط الفرن. لو فرن غاز خدي بقى بالك كده التسوية من تحت ومن فوق تبقى هادية جدا، لحد بقى ما توصلي لنفس اللون اللي احنا شايفينه قدام حضراتكم ده، دهبي كده من فوق ومن تحت. ما تحاوليش ان انت تغمقيه زي ما احنا شايفين. ولو الافضل ان انت تحطي في الصواني اللي هي البني واحدة كده تكون بيضة عشان تعرفي كده التسوية. عملت بقى كل الكمية زي ما احنا شايفينها وعبيتها كده في العلبة اللي قدام حضراتكم دي. نيجي بقى لمرحلة التزيين. هنزين بقى بأي حاجة موجودة عندنا في قلب البيت. جبت كده الأطباق دي، طبق كده فيه مربى مشمش زي ما احنا شايفين. انا هعملها كده، هفضل اضربها بالقلب الشوكة او المعلقة لحد كده ما تبقى زي البيوريه بالظبط، عشان ما تبقاش فيها قطع يعني ايه تكتلات كده في قلب البيديفور. ومعايا كده فرماسيل الوان وفرماسيل بني سوداني كده مجرور، وجوز هند كده حطاه على النار من غير اي مواد دهنيه خالص في طاسه كده تيفال، وابدا ان انا احمر فيه لحد ما يحمر كده شويه، يديني يعني ايه لون كده مميز بدل الابيض، لون يعني يكون مميز شويه. ولو عايزه برضو تعملي الخطوه دي في السوداني برضو هتبقى جميله جدا. زي ما احنا شايفين بقى باخد كده كل قطعتين احط كده بينهم مربى، واحطهم بقى كده من بره، يعني نصها كده في قلب المربى احطها في الفورماسيل
الالوان البني زي ما انت عايزه. حاولي بقى ان انت يبقى عندك كده نظر في قلب التزيين ده، يعني اللي فيها مربى من جوه تحط لها مثلا فورماسيل الوان، او يعني جوز هند، يعني ايه، انت بقى شكلي. وكمان بقى معايا الشوكولاته، معلش بقى المقطع ده راح مني خالص. شوكولاته اللي بني، سيحت كده قالب شوكولاته على النار على البخار، وبعدين بدأت برضو ان انا اغمس كده في قلب الشوكولاتة يعني اغطسها كده في قلب السوداني او في قلب الفرماسيل. طبعا التزيين بالشوكولاتة بيبقى جميل جدا. وشكلي بقى زي ما انت عايزة. عملت كل الكمية اللي قدام حضراتكم دي، وكان لسه كمان فاضل لي كمية ما عملتهاش. وطلعت بقى الطبق التحفة ده. المقادير بتاعتي طلعت لي 3 كيلو من البيدي فور. حاجة كده تحفة وأحلى من المحلات بكتير جدا. أتمنى تجربوها حبايبي بنفس الطريقة. لو الوصفة عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب واشتراك في القناة. أشوفكم في وصفات أكتر. مع السلامة.